عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طبق صحي. سلطة بالفلفلة بشوية وبالطماطم وبالثومة مشوية. غندوز معكم مباشرة باش نشارككم المقادير والطريقة ديال التحضير على بركة الله. كما تشوفوا عندي هنايا كمية ديال الفلفلة بعد ما غسلتها ومسحتها مزيان، كمية ديال الطماطم حتى هي غسلتها مزيان ومسحتها، ودرت 4 ديال الحبات ديال الثوم. تضاعفوا الكميه تيبقى لكم الاختيار. هنا البنات اول حاجه كما شفتوا درت شويه فوق البوطه ودرت فوقها الفلفله ديالي تشوى حتى تنخليوها حتى تشوى مزيان من كاع الجوانب، يعني من تنبقاو نشويوها من جهه وتنقلبوها تنخليوها حتى تشوى لينا مزيان. وبالنسبه للطماطم البنات غادي نشويها بنفس الطريقه، وحتى الثومه كما قلت لكم بغيتو تضاعفوا الكميه ديال المقادير ضاعفوهم. بالنسبة للطبق البنات راه طبق صحي 100%. بالنسبة للفلفلة الثومة الناس اللي عندها لا طونسيون راه تتهود ليها لا طونسيون. الفلفلة حتى هي فيتامين سي. طماطم حتى هي. هنا البنات شوية الثومة كما شفتوا، بغيتو ديروا حتى راس ديال الثومة ديروا، لأن الثومة فيها الفوائد بزاف. صافي هنا البنات خديت هاد البلاستيك، هاد السوبيرة اللي تتغطى، درت فيها الفلفله ديالي من بعد ما تشوى زدت عليها الثومه. بغيتو ديروها بلاستيك غذائي او بشي، المهم ضروري خصكم تغطيوها باش ترجع ليها داك النفس، باش ملي تتقشر لينا الخضره تجي سهله. هنا البنات درت الطماطم حتى هي فوق النار حتى هي تنشويها من كاع الجوانب، بعد تنخليوها حتى تتشوى مزيان تنحيدوها وتنديروها حتى هي مع الفلفله والثومه تنخليوها حتى تتبرد باش تجينا سهله التقشر وتجينا سهله ان نقطعوها. وجربوا البنات هاد الطبق، راه طبق صحي 100%. طبق خفيف بالنسبة للناس ديابيتيك، اللي عندها السكر، الناس اللي عندها الكوليسترول، يعني طبق صحي 100%. صافي هنا البنات من بعد ما غادي نخليها حتى تتبرد. بالنسبة لهاد الطبق البنات أنا درت على حسب راجلي دياليز، يعني ياكل خاصو ياكل شلاضة. بالنسبة لعكوزتي حتى هي يعني خاصها حاجة تكون حتى هي ديابيتيك، يعني خاص حاجة اللي تكون صحية ومامتو تكون يعني مزيانه فيها بزاف الفوائد. هنا البنات غنقي معكم مطيشه، وراه تتنقى بطريقه سهله دغيا تتحيد لي هذيك القشره. انتما كما تشوفوا يعني واخا تنحيدها بالموس ولكن راه تتحيد بواحد الطريقه اللي هي سهله، انه من بعد ما تتشوى البنات راه تتساعد ان تتحيد لي هذيك القشره. حاجه اخرى بغيت انكم تصفيوها، يعني تعصروها من داك الماء ديالها، تعصروها او ديروا كما درت انا قطعت كاع، يعني الفلفله قطعت مطيشه درتها في واحد الشبيكه خليتها حتى قطرات، من بعد عاد قومتها. بغيتو تحيدوا من هذاك الماء في الاول تيبقى لكم الاختيار، بغيتو تخليوها بالماء راه عاوتاني حاجه زوينه حتى هي راه فيها بزاف الفوائد. هنا البنات الثومه كما شفتوا حتى هي درتها نقيتها. الفلفله البنات حتى هي شوفوا الطريقه سهله تتحيد لي هذيك القشره. بالنسبه للفلفله البنات ما تغسلوهاش، حاولوا انكم غير تفزكوا يديكم الا بقات شي كحوليه ولا شي حاجه، انكم تبقاو تفزكوا يديكم وتحاولوا تحيدوا داك اللي تيكون باقي فيها. ولكن من الاحسن انكم ما تغسلوهاش، لانه الا غسلتوها تيمشي لها داك الجهد ديالها. المهم انا حيدت هذيك القشره، والكحوليه كانت باقيه حيدتها كما قلت لكم هي بيديا فازكين، يعني ما درت ليهاش الماء. صافي هنا تنبقى بهذه الطريقه حتى تنحيد ديك القشره ديال الفلفله كامله. هنا البنات صافي غادي نقطعها معكم، تنقطعوها رقيقه، يعني تنحاولوا ان نرققوها ودغيا تتقطع معنا البنات، لانه كما قلت لكم راه مشويه يعني تتساعدنا لا في التقشر ولا في التقطيع ديالها ساهله دغيا دغيا. من البنات كما شفتوا يعني قطعتها في الاول طويله، من بعد غنجمعها ونحاول نقطعها رقيقه، ونفس الطريقه نديرها حتى للطماطم. حاولوا انكم تجربوا البنات هاد السلطه هذه راه تجي لذيذه وتجي بنينه. تقدروا انكم ترافقوها بالحوت او باي طبق اخر. انا هنا اكتفيت غير بالبيض مسلوق، يعني خليت درت الطبق يعني هي خفيف وصحي في نفس الوقت، يعني ما رافقتهاش بشي حاجه اخرى، درت غير البيض مسلوق معاه لانه درت كميه كثيره. صافي هنا البنات كما شفتوا بعد ما قطعت الفلفله كامله غادي نعاود حتى المطيشه. كما قلت لكم بالنسبه للمطيشه بغيتو تحيدوا لها داك الماء حاولوا انكم تعصروها غير بيديكم او قطعوها كما درت انا، ومن بعد غنديرها في واحد الشبيكه تنخليها حتى تتقطر. صافي من بعد عاد تنبقى نقومها والصراحه تجي حسن. بغيتو تخليوها بالماء ديالها تيبقى لكم الاختيار. هنا البنات صافي بعد ما قطعتها كامله درت لها شي شويه ديال الزيت البلديه. غنزيد لها هنايا عندي هنايا حبوب الشيا البنات، انا تنستعملها بزاف بزاف بزاف، مفيده حتى هي بزاف. هنا البنات درت شويه الملحه. غادي ندير قطيره ديال الليمون. وصافي هنا البنات تنخلط الشلاضه ديالي تنزيد عليها شويه ديال المعدنوس والقزبر، تنخلطوها مزيان وتنديروها على جنب. كما قلت لكم انا رفقتها بالبيض، يعني الشكل النهائي ديالها كما شفتوا
درت البيض في الجناب. بغيتو تزيدوا لها حتى الزيتون او اي حاجه تبقى لكم اختيار، بغيتو ترافقوها بشي ماكله اخرى. المهم حتى هذيك لكم اختيار، او ديروها للعشاء او الغداء. هنا البنات وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم هاد السلطه اللي شاركت معكم. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بالدعم والاشتراك، ما تنساوش انكم تخليوا لي الراي ديالكم. وبالصحه والراحه، نتلاقى معكم ان شاء الله بشي وصفه اخرى، بشي فيديو اخر من قناه ديالي، قناه منيا شانيل. وتنشكر جميع المتبعين المتبعات اللي تخليو لي تعليق، اللي تخليو لي اللي تيديروا لي لايك، اللي تشتركوا، تنقول لهم شكرا بزاف. وبالصحه والراحه.